الاتحاد السعودي يعلن تعاقده مع المدرب السابق لريفر بلايت. أعلن نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم تعاقده مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو بعقد لمدة عام ونصف العام، خلفاً للبرتغالي نونو إسبيريتو سانتو الذي أقيل بسبب تردي النتائج. وأكد نادي الاتحاد في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع إكس إن مجلس إدارة شركة النادي برئاسة الأستاذ أنمار بن عبد الله الحائل يعلن عن التعاقد مع جهاز فني جديد بقيادة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لعام ونصف. وغادر غاياردو الأرجنتين أمس السبت متجها إلى جدة، والذي كان مدربا لنادي ريفر بلايت وقاده لإحراز 14 لقبا في 8 أعوام قبل رحيله عنه في العام 2022. ومن المرتقب أن يقود المدرب الملقب بالدمية نادي الاتحاد ونجمه الفرنسي كريم بنزيما في مباراته المقبلة أمام الاتفاق الجمعة المقبل في المرحلة 14 من الدوري السعودي. وكان نادي الاتحاد أعلن إقالة سانتو قبل 10 أيام على خلفية تردي نتائج الفريق في الآونة الأخيرة، وتحديداً بعد الخسارة أمام القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا بنتيجة 0-2.